عمرك بالسكات. هم؟ مستني ايه؟ ما تصوتي وتلم الناس. بشر، ربنا ما يجعلنا قطاعين ارزاق. شوف اكل عيشك، شوف. انت مين؟ زمايل. يعني انت هنا عشان لا، انا هنا عشان المكتوب عليا. ربنا يتوب علينا كلنا. هو مين اللي فوق؟ اخويا بيومي. امال انت اسمك ايه؟ ماهر النمر. انا اسمي بطه. ازيك يا بطه؟ ايه؟ ازيك يا بطه؟ انا اول مره اجي هنا. علقوني من كافيتيريا الاندلس. انت خدت بالك منهم؟ ايه اللي خدت بالي منهم؟ ده انا بنجوا مرتين. جدع. ايه رايك ان القعده في الحمام انضف من القعده في اوضتهم؟ اوضتهم عايزاك تسيبهم على البلاطه. كده يا لسه طمع يقل ما جمع. انا عجباني دي قوي، حلوه. دي هديه مني انا. وليه بس تكلف نفسك؟ مش هياخدها اللي عز منك. اتفضلي. تعيش وتجيب. تتربى في عزك. هو ايه السيم ده؟ ده يعني العمليه خلصت. خلصت؟ ده لسه الزوبة. تعالى، بقول لك تعالى. احسن من عينيهم، خد. طيب ما دام الحكايه كده بقى نخلص على كله بالمره. عن اذنك يا سيدي. ايوه حلو اللي في رقبتك ده يا حبة عيني. اسم الله عليك يا اخويا. ده في سنان دهب. انت حاجة تيجي تشتغلي معانا. طب ما انا جايه معاك. امال هتسيبني هنا عشان ياخدوني في سيم وجيم؟ دي بطة جاية معانا. المطرح ما يسعناش احنا الثلاثه. استنى هنا. خليك ورا التاكسي. خير يا سعاده البيه. ولع النور كله، واقف الباب، في حرامي فوق. حاضر يا فندم.
وانت خليك على باب الجراج. حاضر يا فندم. هيمسكونا، هنتفور. انا في مفتاح الشقه. وانا مش عرفني. الجدع نمال بسرعة. يلا يلا بسرعه. داري نفسك بين العربيات على ما اتصرف مع التريل اللي هناك ده، وبعدين تسحبي لحد باب الجراج من غير السايس ما يشوفك. يلا بالسلامه انت. انا خايفة. وبعدين بقى فلتك اللي مش هتعدي دي. طب حاسب على نفسك، ده معاه شومة. واحنا معانا ربنا. استنى عندك. اي حركه حاضره في المليان. هو فين؟ هو فين؟ مش منين؟
استنى يا اخويا، استنى يا حبيبي، الحقوني يا رجال. ده انت جبل اللي استحملت ده كله. مفيش سبجتوت ولا ميكروكروم؟ عندنا سبيرتو. نضف له الجرح دلوقتي، وانا هبقى اتفق مع الاسطى السيد ياخدها له غرزتين. أول مرة بتحصل لك، عين وصابتك يا نظري. انا اول ما شفت في العمليه واحده ست اتشهمت. ابعد عن النسوان وانت تكسب. ولما أنت بتتشائم من النسوان بتتعامل معايا ليه وتبيع لي المسروقات؟ وانت نسوان يا جدع. سيب أخوك. معلش يا اخويا استحمل. دي رصاصها فايته في اللحمه يا جدع. والظابط بثلاث دبابير، انما رقم ما زعتش منه الا بالضالين. بس ايه، خدت منه التذكار ده. حلاوتك يا نمر. بريتا ميري 9 مللي. تبيعه؟ بيقول لك تذكار يا وليه. تذكار. خد يا أخويا. تبيعه. بالراحه بيوم. شد حيلك يا اخويا. خدت البضاعه بكام؟ ب100 جنيه. ده نصيبي. كل مرة بتقسموا على 3، اشمعنى المرة دي؟ انت بتدي بومب يا حموده؟ انا عملت اللي عليا، ولولا حرفنتي في السواقه كان زماننا في النيابه. انتوا اللي سبتوا بقيه الحاجه قدام العماره، انا مالي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ انت متعلم وقاري وبتفهم في الاصول. حلال عليك يا حموده. بس انت من النهارده مالكش لقمه تعيش معانا. هو انت اللي بترزقني؟ ربنا هو اللي بيرزق. بالاذن يا سيدي. اهي كملت. انت اتعورت واحنا طلعنا بلوشي. كل من وشها دول بنت بكام يا الله. سيدة؟ تصبر لغاية ما بيعهم ولا تاخد باي؟ والباي ده قد ايه؟ 60 جنيه. طيب ادي البيومي 20 واديني انا 40. وجب. انت يوم 20. معناته ايه الكلام ده؟ 20 جنيه ليا و20 جنيه البط. بطه؟ هي اللي دلتني على سكه الدهب. وناوي اجرجرك على سكه الصاغه امتى عشان تكلبشك بالدبل؟ يا ريت بس اعطر فيها الاول. يا الحكايه باين لها قلبت بجد. لا يا ماهر ابعد عن النسوان. يا اجدع بنت شفتها في حياتي. اشتعلقت بيها يا ماهر؟ وانا معاها كنت متكيف يا سيدة، كاني ضارب شارع ومقفله. تبقى بتحبها يا بطل. بالشفا. الدكتور هيكتب لي على خروج امتى؟ اوام كده سيبت مننا.
الضابط اللي ما يعرفش يحمي سلاحه يسيب الخدمه احسن يا فندم. سلاحك هو شرفك. يا عم يوم ما يا يضيع كلمني مين احسن لك. عمك ده في البيت. مساء الخير. اهلا. مبروك يا طارق، طلعت الاول على فرقه حمايه الشخصيات المهمه. والاخير في حمايه نفسه. عرفتوا تجيبوا التاكسي؟ لا، كانوا مغيرين النمر. وبعدين ما تصلي على النبي موان، هنجيب الواد من تحت الارض. الموت بس هو اللي هيرحمه من العذاب اللي هيشوفه على ايديا. طارق سيبك من حكايه الواد ده، احنا هنعرف ناخد حقك. انت ساعات بتنسى نفسك وممكن تعمل تجاوزات. مين اللي ماسك القضيه؟ المقدم حسام علي. اهلا طارق. أهلاً. المسألة فيها واحدة ست يا بطل، كانت سهرانة مع الاتنين اللي مأجرين الشقة. ازاي؟ الاتنين الحراميه خرجوا لوحديهم. يعني لما جريت انا ورا الحرامي انتهزت هي الفرصه وخرجت من باب العماره. احتمال ما تكونش مع الحرامية وتكون دعارة عادية. واحتمال تكون معاهم، تصطاد الزبون تطلع معاه الشقه تبنجه وبعدين تضرب تليفون للعصابه تستدعيهم. عملت لها صوره؟ طبعا، بس الظاهر انها مش مسجلة، او يمكن بتكون بتمارس الدعاره من مده قصيره. يا اما مستوى عالي قوي. دول مش بتوع مستوى عالي، مسيرها تلف الصينيه وتقع. ممكن تبقى تديني نسخه من صورتها؟ قوي قوي، وان كنت اشك ان الصورة تشبه لها. ايه ده؟ بليز بليز، بابي جاي دلوقتي. بليز، بابي صعب ومركزه كبير جدا في الحكومة. انتوا هتكونوا كام نفر؟ انا لوحدي. كلكم في الاول بتقولوا كده، ولما ادخل الشقة الاقي مدرسة. احنا سيبنا المدارس من زمان، دلوقتي بناخد دروس خصوصية. والبي بقى عنده مطرح؟ لا 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 يا بيه لا، واخدة بالشكل ده مش تيجي. افتكري كويس يا مدام فوطة. أنا لما نقول لك مش تيجي يعني مش تيجي، أنا مش قاعد هنا نلعب. طيب، دي نمرة تليفون، لو في يوم جاتلك خليها تكلمني. أنت يا زعلان منه قوي يا أنت تحبه قوي. مين؟ لا والله ما جاش. حد طلبني في التليفون؟ ما خلاص يا نمر، انا مطلوبك هقول لك. عمليه فيها قرشين كويسين، شقه لوكس، اصحابها متعودين يقضوا الخميس والجمعه في العزبه. نخلص ازازتين البيره دول وقوام نروح على الزمالك، ادلك على الشقه تخشها انت من شباك الحمام. انا هحمل معاك، والمره دي بقى انا اللي هسوق. ايه انت معانا ولا علينا؟ لا معاك ولا عليك، وانا مش في كده دلوقتي. ما كنتش معايا تبقى عليا، وربنا ما يحكم عليك. اصلا اللي بيجي عليا ما يكسبش. خير يا عمر. اسمع، خلينا في العيشه احسن، دي الايد البطاله نكسب. مش مهم تعمر قلبك، المهم تعمر جيبك.
يوم نفكر. انت تعرفي بطه؟ لا ما اعرفها. استنى عندك، انا بقى عارف، حتى بالاماره لسه مذكرنا. يا بطه بطه يا اخويا، حلاوتك يا حلاوتك. تعرف سموهم نسوان ليه؟ عشان بينسوا، تلاقيها نسيتك زيك زي غيرك. وتعرف سموها مرة ليه؟ عشان مرة. اكلك منين؟ بفراولتين، شفايفك حلوين حلوين. ايه ده يا حموده؟ ده جهاز اشاعي، كسرت امبارح عيادة الدكتور. ايوه بس انا ما اشتغلتش في الصنف ده قبل كده. ده بتاع 100 جنيه. 20 جنيه بس. وشك ولا القمر يا ماهر؟ ده جهاز ضغط. ايه يا اقرع؟ 100 جنيه ده ايه؟ انت بطلت تسرق وتشتغل في النصب. هيقول لنا بقى نصب وفتح. اذا كنت انت ولا اخوك ما بناخدش منكم الا الفلحسه وطولة اللسان وطولة الايد نسيتها؟ دي كان زمان. دلوقتي اللي يمد ايده عليا اكسرها له. مش لاقي عليك قضي عزة النفس يالا. انت قد الحركات دي؟ قدها. صلوا على النبي يا رجاله. 20 جنيه زي ما حكم ماهر. قلت ايه؟ طويل عريض وجاي السك وليا غلبانه. ما بلاش منهم العالم الهفق دول. بقول لك يا سيدة، أنا أشفور. عايز كام؟ 30 جنيه تحت الحساب. الله، هو انت بطلت شغل ولا ايه؟ شغلتنا يا سيدة شغلة أعصاب، عايز أبقى رايق. هو انت لسه ما لقيتهاش؟ وكأن الأرض انشقت وبلعتها، أنا خايف لا يكون البوليس مسكها. هو اللي يجيبها لك. طب بس هات 30 جنيه الأول. وجب. يا بنت اللذينة، أنت جيت منين؟ يخرب عقلك. ايوه خدهم بالصوت. على النعمة أنا دورت وسألت مين فينا اللي عاتر في التاني؟ انا ولا انت؟ لا فادي أنت غلبتيني، أما أنا كنت مشغول عليك بشكل. انا كمان انشغلت عليك، بس كنت متاكده اني هلاقيك. واعترت فيها إزاي؟ دي الحكومة نفسها ما عرفتش تعترف فيا. ما هي الحكومه لو عندها قلب زي قلبي كانت بعد الشر عترت فيك. انا قلبي دليلي. سالت قلبي قال لي هم الهجامين بيبيعوا البضاعه بتاعتهم فين؟ اما في عرب المحمدي عند زلطه، اما في سوق السلاح عند ام رفعت، اما هنا عند السيده ام العيال. صح؟ صح. ازاي رجلك دلوقتي؟ اي خبطه صغيره فيها بتوجعني. يقطعني. تعرف ليلة ما انضرب عليك النار؟ ايوه. قلبي كان بيدق. لو قلت لك ان صوته كان اعلى من صوت الرصاص اللي انضرب عليك تقول عليا كدابة. لكن وحياة من جمعنا. صدق يا بطه. انا كنت خايفة عليك ودعيت من ربنا. قلت يا رب انا صحيح خاطية وماهر حرامي، لكن قادر تنجينا، والحمد لله نجانا. الحمد لله. بطه، انت ما فكرتيش تتوبي؟ ايه؟ اوان التوبه لسه ما جاش؟ بالعكس اوانها دلوقتي، لكن كده كويس. اتوب على ايديك عشان ثواب التوبه يبقى من نصيبك. محدش عارف فين نصيبه. ساعات نصيب الواحد يبقى قدامه وما يشوفوش. وكونه ما يشوفوش ده يبقى تغفيل منه ولا عدم مفهوميه؟ يمكن عدم اعتنا منه، ويمكن النصيب مش عاجبه، ويمكن مستكتر نصيب على نفسه.
نصيبك على قد نيتك يا ماهر. يعني انا نيتي حلوه للدرجه دي؟ ونصيبك زي الشهد، احلى من الشهد. وقع هنا باسمك في خانة الزوج. وأنت يا فتاة وقعي باسمك. أم تراك تبصمين؟ لا، بوقع يا مولانا. لا حلوه. توقيع الشاهد. ما معيش بطاقه. الشهود موجودين، اتفضلوا. بعد اذنك يا مولانا. الو. ايوه انا. طب جاي حالا. شكرا. انت نازل تدور على الواد الحرامي؟ لازم اجيبه، ولو قعدت ادور عليه طول حياتي. محدش بيقول لك سيبه، بس ما تاخدش المسألة شخصية بالشكل ده. وانا في سنك كنت بطارد مجرم قاطع طريق، ضرب عليا نار، يا دوبك الرصاصة سابت خدش في دراعي وهرب. قعدت ادور عليه سنين طويلة وانا مغلول. وفي الاخر قبضت عليه؟ طبعا. وتعرف عملت فيه ايه؟ اكيد سحلته. ابدا، لبسته الكلبشات وحطيت له 10 جنيه في جيبه. ايه 10 جنيه ليه؟ اصلهم كانوا كل اللي معايا، لقيته غلبان. الغلبان ده ضربك بالنار من يأسه؟ لا، من اجرامه. انت بتتكلم زي عمك بالظبط. يا خسارتك. عمي بقى له عنده 40 سنه. 40 سنه ولسه ما اتجوزش؟ لانه اتجوز البوليس. انت ناوي بقى تعمل زيه كده ان شاء الله؟ يا ابني يا حبيبي، العمر بيجري وانت لسه ما دورتش على بنت الحلال. زميلي بيدور عليها. ايه؟ ما تدورش عليها انت بنفسك ليه؟ انا بقى بدور على الحرامي اللي كان معاها. اهلا يا طارق. اتفضل. شعبان. فندم. هات الحرامي يعمل حجز. حاضر يا فندم. هجام، انما فيه كل الصفات اللي انت قلت عليها. كان معاه واحد تاني بس تمكن من الهرب وجاري البحث عنه. قرب يالا. البس دي. ايه؟ ما تخافيش استحملي. معلش يا اختي، ما تخافيش ما تخافيش، ربنا ينتهك بالسلامة، ما تخافيش. هي مالها يا ست الحكيم؟ الدكتور لازم يشوف ان الولاده جت بدري عن ميعادها بشهرين. امال فين يا اختي؟ ده العاد جوزها نزل يشتري لوازم. والنبي لما يجي تقولوا له ان انا رحت المستوصف. شدي حيلك يا بخت، ربنا ينتهك بالسلامه. اعملي معروف، طمنيني. في حاجات كتيرة تمنع مراتك من الولادة الطبيعية، هي محتاجة عملية عشان الجنين يخرج. طب والعمليه دي فيها خطوره؟ العمليات دي خلاص بقت سهلة وبسيطة، اتحفظت. يعني عايز افهم دلوقتي، الخطر عليها ولا على اللي بطنها؟ الجنين وضعه مقلوب والولادة بدري عن ميعادها، ربنا يستر.
شد حيلك يا بطه. بقالي 3 ايام بحلم بأمي. هي كمان ماتت وهي بتولد. بلاش الفكر ده امال. انا حاسه اني مش هعيش. ده عمليه بسيطه، ان شاء الله ان شاء الله هتقومي بالسلامه. خليهم يعملوا كل اللي في مقدرتهم عشان ينقذوا اللي في بطني. هات احسن دكاتره، ما تحملش هم الفلوس. خد بيعتي يا ماهر. انا ما فرطش في حاجتك ابدا يا بطه. جمدي قلبك كده وجدعاني امال. انا هموت جزات السيئات اللي عملتها. ليه يا بطه؟ انت توبتي وربنا قبل توبتك. هيقبلها لما انت رخر تتوب. ايه فايدة ان اتوب على ايديك وانت نفسك ما توبتش؟ توب يا ماهر، خليني اقابل ربنا وانا مرتاحة. بعد الشر عليك يا بطه، ده انا افديك بروحي. اللي هيفتيه بروحه مستخسر فيا توبة. توب يا ماهر، ده ربنا يحب التوابين. هتوب يا بطه، هتوب عن كل حاجه. احلف بابننا اللي لسه ما شفناهوش. هو مش هيخرج ويشوف الدنيا الا ما تصدق في توبتك. ربنا يعلمني صادق في التوبه، وعاد عليا بطه من هنا ورايح. مفيش لقمه حرام هتخش بطننا احنا التلاته. ماهر تعالى عايزينك في المحافظة. تعالى قدامي. يا ماهر تعالى عايزين مني ايه؟ يا ماهر تعالى عايزين مني ايه؟ امراض الدولي عايزينك في المحافظة. امشي نجرب. والنبي يا اخويا، والنبي يا اخويا تستنى شوية. اتفضل خش. هتعزم بسجارة يا اسطى. ايه اللي حصل؟ حمودة الأقرع اعترف عليك وعليا. واخويا؟ بلغ فرار وسافر بيروت. بس مش عايز اسمع صوت. انتوا بتتسايروا ولا ايه؟ تمام يا فندم. ماهر اهو يا فندم. تعال يالا. اسمك ايه؟ ماهر سياد علي. مسمينك ماهر النمر ليه؟ ده اسم شهرة بيه من ايام ما كنت بلعب بوكس. يعني انت خفيف زي النمر؟ اسم شهرة بيه زي نجاة الصغيرة. يعني ايه الصغيرة؟ انت بتهزر؟ اقف عدل. ارمي السيجارة. استنى. اهلا يا طارق. اتفضل. هات لي ماهر بسرعة. حاضر يا فندم. قبضنا على حرامي اسمه حمودة الأقرع. اعترف انه له شريك ودلنا عليه. لما قبضنا على الشريك الهربان لقينا فيه كل الصفات اللي انت قلت عليها. قوم فين دي عاوزة. قوم. اهلا يا فندم. اهلا. انت هنا بتعمل ايه؟ المفروض دلوقتي انك تكون على مكتبك في القسم. تعالى معايا. يا فندم في ولد حرامي هنا، انا حاسس ان هو اللي بدور عليه. وبعتنا نجيبه سيادتك. انا امرت الشاويش انه يرجعه تاني للحجز. اتفضل تعالى معايا. انت اهملت شغلك، اهملت قضايا الناس وتفرغت لقضيتك انت. صحيح انا سبق وبختك لما ضاع مسدسك، بس ما كنتش متصور انك تهمل كل شيء وتتفرغ للبحث عن مجهول. انا مش ممكن انسى اللي عمله.
كمان ما تنساش مستقبلك. انت كنت ضابط مجتهد وعايزك تفضل ضابط مجتهد. انا هساعدك في حركه التنقلات الجايه، توديك بلد تانية تبني فيها مستقبلك، تربي سمعه كويسه تؤهلك للمستقبل اللي انا بتمناه. فريد بتتبلى عليا يا احرق. انت فاكر انهم هيطلعوك براءة لما تقول ان ليك شريك؟ قضية رقم 35 لعام 73 جنايات. المتهم فيها ماهر سيد علي لإحداثه عاهة مستديمة بالمدعو حمودة سيد الدغيدي. حكمت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشاقة. بطة، ولد ولا بنت؟ ولد. سميتيه ايه؟ علي. علي. حلو علي. علي ماهر سيد علي. وانت ازيك؟ بخير الحمد لله. وريني الواد. ازيك يا علي؟ بص لابوك يا ولد. ازيك يا علي؟ هو ما بيتكلمش ليه؟ بكره يتكلم. ما ترد ياض. كده ما شوفكيش يا بطة. تعبت في ولادة علي وجاني نزيف. الحمد لله على سلامتك. والواد حطوه في الجهاز عشان نزل بدري. وجبتيه وجيت ليه؟ كنت استريحوا في البيت. ما احنا الحمد لله كويسين قدامك اهو. عايشة ازاي يا بطة؟ محدش بيبات من غير عاشة. فكر انت في نفسك وخلي بالك على صحتك. اوعى تكوني متضررة من حبسيتها يا بطة. تفهم من بقك. اوعى تقول الكلمة دي تاني. دول 5 سنين. حالا يعدوا. دي سنة السجن 9 شهور بس. دينا بكفر عن سيئات انا راغب. ربنا يفك سجنك. يا سيد اجمع كل المساجين يلا. مع السلامة. مع السلامة يا بطة. مع السلامة. مع السلامة من بعد. خلي بالك من نفسك يا بطة. هي كده اول زياره، الواحد بتصعب عليه نفسه. كان نفسي اخده في حضني يا اخي، بس ازاي لقيته طوله؟ بقى انك حرامي وايدك طويله. كنت، وربنا تاب عليا الحمد لله. هنيالك يا عم، ربنا يخليهولك وتشوفه كبير. صبح بالخير يا ماهر. سلامات يا علي. 100 مرة اقول لك ما تسيبليش فلوس في الكانتين. يا اخويا كله من خيرك. انا مشغول عليكوا قوي. اطمن من جهتنا، احنا كويسين مش ناقصنا اي حاجة. مفيش اخبار عن بيومي؟ لا. ايه اخبار الافراج؟ عن قريب ان شاء الله. شعرك طويل قوي يا علي، ما يصحش كده. يبقى وديه الحلاق يتدرجهوله. قطعتيله؟ ايه؟ طهرتيه؟ لا، انا قلبي مش مطوعني. اما تخرج بالسلامة تبقى تعمل اللي انت عايزه. مع السلامه يا ماهر. مع السلامه يا حبيبي. ربنا يطمن عليك. اشوف وشك بخير يا موزة. مع سلامه الله يا ماهر. سلمنا على علي.
عشان اعمل حسابي. بركة اللي رجعت بالسلامة. ده ب 75. يلا 50 زي بعض زي بعض. هاتي حلال عليك. نعم ب 4 جنيه وربع. ب 4 وربع. في 3 زي بعض. يلا يا علي ابوك تعبان طول النهار واقف على قدمه. انزل يا ولد انزل. الساعة بقت كام بالظبط؟ الساعة 6. تعال شكله بقى. مش هنتعشى لما ترجع. اللازم في سوق البترول الدولية عن توقف إمدادات البترول العراقية والإيرانية. سفولة حصول. ربنا يخليك لينا. سفولة بشاويش. ربنا يخليك لينا يا رب. شد حيلك يا الصبح. شد على الله. مش عايز اي حاجة من البيت؟ شكرا يا اخويا. حقيقي؟ شكرا يا ماهر. معاك سجاير؟ ايوه. هات سيجارة. طب بلاش يا الصبح. ربنا يخليكوا لينا يا رب. سفولة يا عم طبعا. ربنا يخليك لينا. صح. اهلا اهلا. سفولة يا قمر. الفل. ايه جوه؟ جوه. ماشي يا عم. لا لا، انا فعلا اخليت الشقه النهارده ومسافر بكره ان شاء الله. شوف وشك بخير يا سعادة البيه. ربنا يخليك لينا يا رب. ايوه. ربنا يخليك لينا. استنى بقى. لا لا لا، هنبات الليله دي في اللوكانه. اشوفك في مصر ان شاء الله. مع السلامه. انا يا سعادة البيه ما كانوش يراقوك برضه وتنك معانا هنا. يا دي انطجي. خد المروحه دي طلعها العربيه بره. ماشي. ربنا يطول لنا في عمرك يا رب. انا مالك عليها. تمام يا فندم. ايوه انطجي. خلينا الكابينه والعفش بره فوق العربيه. طيب ساعد ماهر وخد التلفزيون ده طلعه العربيه بره. تمام يا فندم. تعرف يا سيد السواق بتاع العربيه نص نقل طلب مني كام؟ كام؟ ما هم دلوقتي بقوا مشمطين. اضرب رقم. طبعا خير يا فندم. الحمد لله على السلامة يا اهلا فندم. بيك يا فندم. ان شاء الله تنبسط بورسعيد يا سعاده البيه. اتفضل. انا اللي يبسطني اكتر ان كل واحد فيكم يبذل طاقته واكتر من طاقته في الشغل. بورسعيد مليانه حركه وبضايع وفلوس وعليها العين، وانا عاوز الامن فيها يكون نموذجي منتهى الانضباط. تعال هنا تعال هنا يا تعالى يا واد. تعال هتروح مني فين؟ تعال خد يا حبيبي. عارف انا بحلم بايه؟ ايه؟ بعربيه نص نقل. شغلانه اخر نزاهه. سالت على القسط قالوا لي 150 جنيه في الشهر. من غير مقدم؟ المقدم 1000 جنيه. احنا محوشين كام؟ ما يكملش يا ماهر. لازم نكمل. لازم نكمل 1000 جنيه. معلش يا بطل. هنتعب شويه. تعال يا حبيبي. تعال يا اخي. انت مش خايف تقع يا اخي؟
يلا يا بابا النهارده الخميس ميعاد الاسم. ميعاد الاسم، يلا لم الحاجه بسرعه. المره بقى استلم على البيت جديد. هو اسمه ايه؟ طارق بالروبي. طارق بالروبي. كده معاك. صباح يا سيد، ازيك يا قمر؟ سيد معلش بقى، الظاهر مالناش بخت نشوف ساعة البيت النهارده. مساء الخير يا طارق بيه. اهلا سعاده البيه، نورت بورسعيد يا فندم. احنا الحقيقه نشكر الظروف يا فندم اللي بيها سيادتك. ربنا يخليك لينا يا فندم. بعد اذن حضرتك. استنى عندك. تعالى هنا. انت بتشتغل ايه؟ تاجر يا سعاده البيه. عندك محل؟ لا يا سعاده البيه، انا على باب الله. يعني مهرب؟ لا يا فندم، انا زي ما تقول لا مؤاخذه ماشي جنب. اسمك ايه؟ ماهر سيد علي بيه. وايه اللي جابك هنا؟ عليا حكم مراقبه دي. ده ثواب يالا؟ لا يا سعاده البيه، اصل انا كنت سرقت قدامي قدامي، خش قدامي. هات الدفتر. وريني الدفتر. دخلت السجن امتى؟ من 6 سنين يا بيه، كانت أول مرة تخش فيها السجن؟ واخر مره ان شاء الله. سجنت ليه؟ مستديمه. عامل لي فتوى؟ لا بيه، ده واحد كان اتبلى عليا واتخانقنا مع بعض في ساعه شيطان. ولا اتخانقتوا وانتوا بتقسموا اللي سرقتوه؟ يا بيه انا كنت تلميذ كويس ودخلت السجن ظلم، ومن ساعه ما خرجت منه وانا مستقيم. حتى الحكومه اكرمتني ولغت السابقه الاولى. طلع كل اللي في جيبك وحطه هنا. ايه؟ ما معكش مطوى قرن؟ بشلة؟ حد الله بيه، حد الله بيني وبين الحاجات دي. اقلع. نعم يا بيه. اقلع. الإصابة دي من إيه؟ دي مش إصابة بيه، ده تطعيم. طب والرصاصة اللي في رجلك دي جات لك إزاي؟ دي مش رصاصة بيه، ده جرح قديم بقاله يجي 20 سنة. إحنا شفنا بعض قبل كده. ما افتكرش يا بيه. متأكد؟ الله أعلم. أمال أنا عرفت إزاي إنك مضروب رصاصة في رجلك؟ مش عارف، بس ده جرح يا بيه مش رصاصة. على العموم هنسيب الحكاية دي للطبيب الشرعي. هو اللي هيثبت إنها إصابة من 7 سنين. انضربت عليك من طبنجة 9 مللي من مسافة 30 متر. فين زميلك اللي كان معاك؟ أنا ماليش زمايل يا بيه. زميلك اللي سابك وهرب ليلة الحادثة. حادثة إيه يا بيه؟ أنا ما أعرفش أي حادثة. زمالك. السرقة، الاعتداء على البواب والسايس، مقاومة ضابط أثناء القبض عليك، وسرقة طبنجة ميري. سعادة البيه، أنا لو خاطر زي ما بتقول ما كنتش أقف وقفتي دي في السوق علشان أروح بجنيه ولا باتنين.
فين المسدس ياض؟ يا بيه انا مش حرامي. التهمه لابساك، الانكار مفيش منه فايده. الاتنين اللي انت سرقتهم هجيبهم يتعرفوا عليك، والبت اللي كانت معاهم هتشهد ضدك، والبواب والسايس، واهم شيء بصماتك. هنضاهي بصمتك بالبصمات اللي مرفوعه من الشقه. ادي بصماتي يا بيه، انا مستعد اواجه الشهود. اقعد اقعد. اتفضل اشرب القهوه. اشرب. برافو عليك يا ماهر. شوف، كل الجرايم دي انا هخرجك منها زي الشعر من العجين. الاتنين اللي انت سرقتهم هجيبهم يتنازلوا عن المحضر، وانا شخصيا هتنازل عن كل حقوقي. دي حكايه قديمه فات عليها سنين، واللي فات مات. بس على شرط يا ماهر تكون صريح معايا. بيني وبينك انا عاوز اعرف الحقيقه علشان استريح، ومش هستغل الكلام ده ضدك. يا ماهر دلوقتي احنا لوحدنا ومحدش سامعك غيري، وانا دلوقتي مش ضابط بوليس، انا واحد عاوز يعرف الحقيقه. سعادة البيه، انا هقول لك على كل حاجه بصراحه. ها؟ انا لا سرقت ولا ضربت ولا اعرف حاجه عن المسدس ده خالص. انا هسيبك تروح دلوقتي، بس اوعى تفتكر انك نجيت من السجن. هتخش قريب قوي وعلى ايدي. احنا ملناش وعاد في البلد دي. لو سيبناها تبقى بتأكد التهمة على نفسك. تسافر انت وعلي، وانا كل اول شهر ابعت لكم مصروف. لا، ما نسيبكش. انا خايف لا الظابط يتعرف عليك. يتعرف عليا ازاي؟ هو كان شافني؟ استدعي الاتنين اياهم وتعرفوا عليك. يستدعيهم منين؟ دول سافروا بلادهم. يوم ما قابلتهم كانوا حاجزين في الطيارة. يكونوا سبق اوصافك. أوصافي ده ايه؟ دول مدهولين على عينهم. هيكون وقعك في الكلام. انا خايف لا يكون في ادله ضدي. لو فيه دليل واحد ضدك كان قبض عليك. يمكن سايبنا عشان يراقبني. يراقب من هنا للسنة الجاية. احنا ما بنعملش حاجة غلط. مش هيعرف يمسك عليك دليل واحد. على رايك. انا مش شايف اي دليل ضدي. حتى الجرح اللي في رجلي بتاع الرصاصه هدلوا عليه ميه نار عشان ما يبانش. رجلك تتحرق. والطبيب الشرعي مش هيقدر يثبت حاجه. في حاجه كمان، هشيل في جيبي قرص سبراكس عشان لو اتمسكت ابلعه، ومهما ضربوا فيا مش هحس بحاجه. شوف يا اخويا، احنا تبنا وربنا مش هيتخلى عنا طول ما بناكل لقمتنا بالحلال. بس انت تحرص على نفسك، ادام هيحطك تحت المراقبه. لا تقابل مشبوهين ولا تقعد مع حد منهم. ب 2 جنيه. بطيخ فيه بجنيه. ابو جنيه حلو. بيومي وحشتني يا ولا. عاش من شافك يا بيومي. ايه ده انا كنت مشغول عليك بشكل يا جدع، خصوصا لما سمعت عن الضرب اللي بيروت. لا، من اول ما ابتدى الضرب بلغت فرار، سبت كل حاجه. لو تعرف انا سبت ايه، شقه وعربيه وعيش عسل. الحمد لله انك انت رجعت سليم وبصحتك، الحمد لله على السلامه. لا انا زعلان. ليه يا بيومي كفل الشر؟
خيبت ظني فيك يا ماهر يا نمر. فسر يا بيومي. ده بعد الجدعانه والنزاهه تقف في الشارع وتبيع بقول لك ايه، انا تبت دلوقتي الحمد لله ورستقت اموري ومعايا علي ربنا يخليهولي. تعال عشان تشوفه. طب وشغلك؟ ماليش انت دعوه، بس ده علي هتفرح بيه قوي قوي قوي. خلي الواد يعرف ان له اهل يا جدع وعمام، مش مقطوع من شجره. يلا انا عازمك على الغدا. اكله مفتخره تسلم ايديك. بالهنا والشفا. طب معلقه بقى عشان نبقى ايه؟ نبقى عيال فياسكه قوي يعني. كنت تعرف انا كنت بصرف قد ايه في اليوم؟ البدله اللي كنت البسها الصبح ما البسهاش بالليل. كنت عامل لنا مسمارين. ايه دي؟ حطها في جيبك. تعمل ايه؟ امال هنحبس ازاي؟ بالشاي. بالشاي؟ عملت طيب اللي جيت لوحدي وما جبتش الرجاله معايا، كنت قصرت رقبتي قدامهم. الشاي. اتفضل. تعبناكي معانا. تعبك راحه. انا تعب لك صحيح يوم فرحك، يوم ما ربنا يعدلها لك ويعطرك في بنت الحلال. لا بيومي اصله مش بتاع جواز، ده بقى صاحب مزاج قوي. وهو الجواز بيقل المزاج؟ ما كنتش اعرف. منور يا بطل. الله يخليك. ما قلتليش بقى مين الرجاله اللي معاك؟ لا خليها مفاجاه. ازيك يا علي؟ ما ترد يا واد، قول له ازيك يا عمي. ما تغصبوش على الواد زهقان. وايه اخبار الشغل؟ احنا بطلنا الشغل خلاص، وماهر داقي المكسب الحلال والحمد لله تبنا عن الحرام. طب ما انا بسأل عن الشغل الحلال. ثم ايه اللي خلى مخك يحدف ناحية الحرام؟ عشان انت ما يجيش من وراك الا الحرام. يا شيخ حرام عليكي. وبصراحة بقى كده ماشيك مع ماهر شبهة ليه. على كل حال انا نبيتك يا بنت الاصول. ماله اصلي؟ ده انا اللي يغلط فيا اديله باللي في رجلي. جري يا بطل، ما تعملي اعتبار ليه امال. لا اذا كان جاي عندكم هنا هيزعلكم من بعض انا ماشي، فوتكم بعافيه. استنى يا بيومي انا جاي اوصلك. استنى يا بيومي. ليه يا بطل؟ ليه؟ بيومي انا لا هقدر اقابلك جوه بيتي ولا بره بيتي. طب في بيتك لا عشان بطه. بره بيتك لا ليه؟ عشان طارق الروبي. مين؟ طارق الروبي الظابط موجود في بورسعيد. اسلم حاجه اللي احنا نتقابل في مصر، انا هبقى ازورك هناك. انت مش في نفس العنوان برضو بتاع مصر؟ يمكن ما اقدرش اسلم عليك قبل ما تسافر. هسلم عليك دلوقتي يا بيومي. ايه الكلام ده؟ هشوف وشك كتير. إذا جاءت الشياطين ذهبت الملائكة. حمودة الأقرع. سابقا حاليا حمودة الأعور. وحشني يا راجل يا طيب. مفاجأة مش كده؟ محسوبك يا فيونة. بسمع عنك سبع خير. أهلا. أهلا. أهلا يا حبيبي. بينا نقعد يا جماعة واقفين ليه؟ خش يا فيونة. خش اسحب. كرسي ياض شبارة. مالك يا ماهر قلقان ليه؟ مش عارف قلقان ليه؟ أنا عليا مراقبة وحمودة سوابق، وده الله أعلم يطلع إيه، اسم لوحده تأبيدة. أنا خلصت الحكم اللي عليا، 3 سنين سجن وسنتين مراقبة، يعني أنا دلوقتي في المظبوط. وأفيوني ده الراجل بتاعي ملوش دوسيه في الحكومة. طمنت. نخش بقى في الموضوع. بقى ايد لوحدها ما تسقفش. والقفه اللي لها ودنين يشيلوها 2 واحنا قصادنا قفه ب4 ودان. عمليه كبيره قوي. امريكاني محتاجه ال4 يقوموا بيها. قلت يا واد نلم الشمل وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. أنا ماليش دعوة بيكم.
الظاهر النفوس لسه ما صفيتش. هو مش سجنك وانت طيرت له عينه؟ خلاص صافيه لبن، صافيه لبن، ما تقول حليب يا قشطه. هو شاف ريشك كبر جاي يقصقصهولك. ما يبقاش ظنك سوء، هو هيقصقصهولي ليه بس؟ عشان ما تطيرش منه. مش كنت بتسرق وتديله؟ واديك لسه مديله 100 جنيه. كان مسلفهم لي زمان. مسلفهم لك ده ايه؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت؟ الواد نام. يلا. ده لا ذوق ولا نخوه. يشوف الواد ما يجيبلوش حتى حته شوكولاته بشيلن. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ ما هو جيته دي لازم فيها قلة. الراجل كان جاي يزورنا. جاي يخرب عليك. والله انت اللي هتخيب على روحك، ده انا شايفان مخك ده. ها. نام يا اخت على الكنبه. ده خلي الكنبه بقى تنفعك. مين؟ مين؟ انت هنا من امتى؟ مساء الخير يا شويش. مساء النور. كنت فين الليله دي؟ مفيش، بالمراقبه على هنا عادل. هو في ايه؟ خش انتوا جوه. الحكومه شايفه انك خطر وهتطبق عليك المراقبه المظبوطه. يعني ايه؟ هبات في الاسم كل ليله؟ اهو كده الميري لازم تتواجد من 6 مساء ل 6 صباحا في الاسم. بكره يعني؟ من الليله يا ماهر، دي اوامر وانا عبد المأمور. عبد المأمور ولا عبد رئيس المباحث؟ على قولك. اهو طارق بيه بره قاعد في العربيه، يلا شاهد شويه. اعملي لي فنجان قهوه. السرير. خير. إذا كان ماهر ملوش طقطان على الشغل
نعمل العمليه من غيرك والبركه فيك. مش عرفك انه مش هيشتغل معانا؟ بيتهرب منك ومش عايز يشوفني ولا يعبرني. ماهر هيشتغل معانا. ماهر لو ما اشتغلش مش هنعرف نقوم بالعمليه. انت فتحت في الموضوع يا معلم؟ لا، بس انا شايف يا بيومي ان قعدتنا طولت. ما انتوا بتاكلوا وبتشربوا على حسابي. زعلانين ليه؟ عصافيرو. ايوه. نظف المطرح من الوساخه. مبروك. تشكر يا بيومي، حاجه تساعد في اكل العيش. انا قلت لك اني تبت يا بيومي. مفيش حد بيتوب عن 100,000 جنيه. وانا نفسي اعمل قرش انام عليه بقيه عمري. قرش ابيض ينفعني في الايام السوداء. مش هنفع غير القرش الحلال. انا تعبت يا ماهر وعايز استريح. نصيحه من اخوك الصغير، ما تعملش حاجه بورسعيد. طارق الرومي ما بيرحمش. لا 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 لا، العمليه بره بورسعيد خالص، بعيد في الهو. سلامين وحته. سلام. طريق مقطوع، عربيه محمله فلوس، متعوده تمشي من الطريق ده كل اول شهر، شايله مرتبات المهندسين والعمال اللي بيشتغلوا في الصحراء. اصلهم بيعملوا مشروع مهول حلو، عايزين نروح نتفرج على المشروع ده اول الشهر الجاي. انا مش هروح معاكم. ده مشوار صغير نرجع منه شايلين 100,000 جنيه. حلال عليكم. وانت؟ انا بطلت. يعني مش جاي معانا نمر ايه بقى؟ والقطه والبطه. طب عليا النعمه لا تنفعك يا ملك وقته. هم اغبياء لكن احنا محتاجينهم. اتقل ما تبوظش الترتيب. العمليه عايزه 4، هم 2 واحنا 2. يلا بلاش بلاش رمادة. يلا بلاش رمادة. يلا يلا اطلع بسرعة. اتفقتوا على ايه انت والعصابه؟ يا سعاده البيه انا ماليش اختلاط بالعصابات. انت هتستعبط؟ يا بيه اي نعم هم وش اجرام، بس انا متصل عنهم، لو شفتني عملت اي حاجه وديني السجن. مش هتقدروا تعملوا اي حاجه طول ما انا هنا في بورسعيد، انت فاهم؟ العربيه دي ملكك؟ دي جايبها بالتقسيط يا بيه. اشتريتها من انهي معرض؟ لا يا بيه انا شاريها من واحد اهالي، وانا ادي اقساط المعارض. يعني ايه؟ اديها لك ببلاش؟ لا يا سعاده البيه واخد عليها شيكات، وحتى الرخصه لسه باسمه لغايه ما سدد اخر شيك. اللي انت اشتريتها منه ده اسمه ايه؟ اسمه خضر الملاح يا سعاده البيه. حتى هو كمان الحمد لله الشيك الاولاني لسه معايا ما قطعتوش. وادي الوصل بتاع المقدم يا سعاده البيه. بس ده المقدم 750 جنيه، جبتهم منين؟ كنت محوشهم يا سعاده البيه، وبعدين كان عندي الاسمال بشغله في التجاره. ولا العصابه دفعت لك دفعه تحت الحساب، حساب العمليه اللي بتدبروها؟ يبقى انا في حالي، والله العظيم انا في حالي وربنا شاهد. هو بيومي سيد علي قرب لك ايه؟ اخويا يا سعاده البيه. اخوك؟ طب بيشتغل ايه؟ تاجر يا فندم. ومين اللي معاه؟ الاتنين ما اعرفهمش يا بيه. طب ايه اللي لمهم على اخوك؟
والله يا بيه سيادتك ممكن تساله. جاوب. يا بيه ما اعرفهمش، انا بعيد عنهم. كده. طب انا هلففك مصر كلها، مديريه مديريه ومركز مركز واسم اسم ونقطه نقطه لغايه ما اجيب قرارك. كعب داير. انا اشك انك هربان من جرايم وعليك احكام. انا في عرضك يا سعاده البيه، بلاش الكعب الداير، انا بريء. زي ما انت بريء من سرقه الشقه والطبنجه الميري. ارحمنا يا سعاده البيه، ده انا هشحطك بالاشهر بالشكل ده. انت اللي خدت الطبنجه بتاعتي؟ يلا يا بطه روحوا. يلا يا بطه. يلا خد الواد وروحوا. تعالى يا حبيب عمو، تعالى. انت ايه اللي جايبك هنا؟ ماهر موصيني على ابنه، اصبح مسؤول مني في رقبتي. سيب الواد. هتربيه ازاي؟ هتاكليه منين؟ وانت مالك انت؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. مجيتك ورانا كانت شؤم علينا. عليا النعمه لو شفتك هنا تاني لفضح نفسي عليك واوديك في ده. سيب الواد. انا متكفل بيه هو والعربيه. العربيه عليها شيكات لازم تندفع، لو ما دفعتش الشيكات دي جوزك هيروح في حديد. انا اللي هشتغل على العربيه واسدد الشيكات. سمعنا عن نسوان بتسوق تاكسيات، لكن عمرنا ما سمعنا عن نسوان بتسوق نص نقل. بكره تسمع. مش هتقدري تشتغلي الشغلانه دي. ليه بقى؟ هتمنعني؟ لا، قصدي انها عمليه عايزه عضلات، عتاله ومضحره مع الزباين، غيرش ان في شويه ولاد حرام هيترازلوا عليكي مش هيهنوكي على نقله واحده. ساعتها بقى بيعها بالخساره واسدد ثمنها الخضير الملاح. استريحت؟ دلوقتي بس استريحت. ماهر عرف يختار شريكة حياته. صحيح انت مرة ب60 راجل. اتفضل. خلي بالك من امك يا علي. اشربي ايه؟ طب ايه رايك تديني عربيه جديده وانا اللي هشتغل عليها واسدد لك منها القسطين، قسط اللي اتحرقت وسط الجديده بشيكات برضه. انا مش تاجر عربيات، دي حيالله كانت عربيه بعتها عشان يطلع لي منها حسنه، وبصراحه انا محتاج الاقساط دي علشان ده قرش بشغله في السوق، وانتوا بالشكل ده هتسل الفلوس وحلي واقف. شوف يا بنت الناس، انا عاوز حقي ماذا والا هبلغ النيابه. علي، ازيك يا علي؟ قلبي معاكم. كده تبلغي عني في حريق العربية؟ ظلمتيني يا شيخ. أنا ساعة الحريق كنت في اسم البوليس ممسوك تحري، والبوليس أيد الحادثة ضد مجهول. أنا مش جاي أتشفى، مهما كان أنت مرات أخويا برضه. خد يا علي. تبعت عفش البيت ولا إيه؟ حتى التلاجة؟ ماهر نسي يأمن على العربية. ربنا يحرق عظم اللي حرقها ولا يبتليه برصاصة تاخد أجله. وناوية تعملي إيه؟ دي غيبة ماهر طالب. هشتغل غسالة. إيه؟ غسالة؟ ما أنا غسلت 5 سنين لما ماهر كان محبوس. فقسط العربية هتدفعيها منين؟ هتقدري تدفعي 120 جنيه كل شهر ولسه 10 اقساط.
يعني 1200 جنيه لازم يندفعوا تمن كوم الحديد اللي مرمي بره ده. انت ايه جاي تشمت؟ لا لا، جاي اساعدك. فكرت لك في شغلانه تجيب فلوس وشريفه عند واحد صاحبي زي ماهر كده، امين وهيحافظ عليكي. وصاحبك ده بيشتغل فين؟ في التهريب؟ اشر تهريب ايه؟ عصافيره مش بتاع تهريب، بيشتغل بسجل تجاري وتليفون ورخصه سياحه كازينو. هشتغل ايه؟ مضيفه؟ استغفر الله العظيم، هتشتغلي رقاصه. رقاصه؟ ايه؟ شغلانه مش غريبه عليكي. عايز تشغلني رقاصه يا بيومي؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا. كلام مظبوط وله معنى. اللي اختشوا ماتوا. عارفه معناته ايه الكلام ده؟ 2 ستات كانوا بيستحموا، قامت حريقه في الحمام، واحده جريت عريانه نفدت بعمرها، واللي اتكسفت وما جريتش ماتت محروقه. وانت قامت حريقه في عربيتك، تقعدي جنبها وتتحرقي ولا اجري عريانه؟ مين قال عريانه؟ انت هتلبسي بدله محترمه، وزاره السياحه هي اللي حاطه مواصفاتها، وهيكتبوا في بطاقتك فنانه. سيبي ماهر عليا انا، هفهمه انك بتضحي علشان. علي يا علي! يعوض عليك ربنا يا اخويا. ايه اللي حصل؟ ولعت فيها النار، ما تعرفش جاتها منين، والست بطه كانت هترمي روحها في النار لولا احنا حشناها. وهي فين؟ وعلي فين؟ هي في المستشفى. مالها؟ ما تخافش، بتشتغل هناك، ده مرجيه. هي كبدي بتشقى طول الليل. خدت علي معاها؟ علي اسم النبي حارسه، نايم عندي جوه في السرير وسط ولادي. طيب هاتيها ست نفيسه. الولد نايم عرقان، يخرج في الهوا ياخد برد. معلش هاتيه. حاضر. الحمد لله على السلامه يا ماهر. بيومي؟ الحمد لله على السلامه يا اخويا. بطه مش جوه. امال فين؟ ايه؟ ايه اللي حصل وانا غايب؟ قالوا لي انها بتشتغل في المستشفى. ما انا جاي اقول لك هي بتشتغل فين. تعالى معايا. عنك انت الواد يا اخويا. سيداتي سادتي، نعتذر عما حدث ونقدم لكم الراقصة اللامعة زينات صبري. هات الواد. معانا ولا علينا؟ معاكم. كلك لقمة يا اخويا. انت جاي من سفر.
عشان خاطري. انت تفكر انا اشتغلت الشغلانه دي ليه؟ غاوياها يعني؟ ولا عايزه لي قرشين اشتري لي بيهم فستان؟ ما انت عارفني ان انا مش بتاعت الحاجات دي. انت مش مجربني 5 سنين وانت محبوس؟ شفت مني حاجه بطاله؟ انا كنت بجمع قسط العربيه. ولا يعني كنت عايزني اسيبهم يحبسوك؟ شوف النصيب، يودوك الكعب الداير قبل ما نأمن على العربية، وتتحرق قبل ما ابيعها، او ما لقاش قدامي الا الشغلانة دي. ده حتى اخوك بيومي هو اللي سعالي فيها. كل يا اخويا، كل تلاقيك على لحم بطنك. كل عشان خاطري. بسم الله يا ماهر. انا عملت كده عشان بحبك. الاب لما يربي ابنه اللي بيحبه بيعمل ايه؟ بيضربه، بيحرمه من المصروف. وانا لقيتك ماشي في سكه غلط، حبيت ارجعك لعقلك. تقوم تحرق العربيه ما هي اللي كانت معلماك الشرف والامانه. وتشغل مراتي رقاصه. يعني انت كنت اتعرفت عليها في الجامعه يا خي؟ ما انت واخدها من شقه مفروشه. ربنا تاب علينا وبنينا بيت من عرقنا بيومي. بيت ايه؟ انت بتسمي المخبأ ده بيت؟ يا ماهر دي توبه مش مكتوبه لك. انت مكتوب لك السعد معايا. مكتوب لي السعد معاك. ان جيت الحق انا كتب عليا الشقه بيومي، ذنبي في رقبتك. لو كنت بتحبني صحيح كنت خليتني اكمل تعليمي، ولا كنت علمتني صنعه. انا علمتك احلى صنعه، وهتعرف قد ايه انا بحبك لما تشوف الرسمه اللي في دماغي. خد شيل ده معاك. مسدس طارق؟ ما فرطتش فيه، ده تذكار منك، هنحتاجه للعمليه. ايه ده؟ بعدين هتعرف. طب انا عارف. خدت يا بابا؟ ايوه. لم هدومك حطيها في شنطه، وهدوم علي كمان. خلاص كرهتنا، هانت عليك العشرة يا ماهر. انا بعت العفش ده كله وقبضت ثمنه كمان. المطرح هنسيبه للست في صغيرتها. إذا كنت أنا غلطت مرة، بلاش أنت تغلط الغلط الكبير ده يا أخويا. بلاش تخرب بيتك بإيدك. احنا من بكره مسافرين مصر، هنبيت الليله دي في اي لوكاندا، وبعدين ناخد اتوبيس الفجر. الحق يا عم الريس.
يلا اطلع. الله، انا مش شايف قطر جاي. ما تروح تشوف اخينا بتاع المزلقان ده، تلاقيه نايم. ايه ده؟ هو ماله متسمر كده ليه؟ ما اروح اشوف ايه الحكايه. ولا حركه لا طير نافوخك. انزل انزل قدامي. امشي طابور لقدام. يلا بص قدامك، بتبص على ايه؟ ادخل جوه انت هو. ادخل بلاش لكاعة. ادخل. كل واحد يخش جوه شوال. اعمل انت وهو. سهل. لف فوق لف فوق. يلا يلا عوام. خلي بالك. يلا فقعونا بومبا يا فيوني. مديني خزنة فاضي يا ابن الكلب. ركب الاستبن يا عم. عرفت ليه انا كنت مستحمل غباوتهم؟ شغلناهم معانا واديناهم بومبا في الفلوس عشان يحرم الاقرع ده يبلغ عنك تاني. ماهر، الظاهر انا انصبت. نص ساعة ونوصل بورسعيد، هناك هنلاقي دكتور. بيومي بيومي. وقفت ليه؟ انت كنت مسورق. لما يغمى عليا مرة تانية وحبيت تفوقني شممني الفلوس. حصل ايه؟ مش عارف. خزان البنزين جات فيه رصاصة، فضيته. الحلو ما يكملش. لولا الرصاصة مش كان زماننا خفاف خفاف في الهرب.
ما تتخلاش عني يا ماهر. انا صحيح اتخليت عنك كتير وعملت حركات ندالة كتير، بس من عشمي. ما تتعبش نفسك يا بيومي، بلاش كلام كتير. مفيش فايدة، دي اخرتك يا بيومي. احنا قربنا بالطريق العمومي ومنه ناخد اي عربيه. مش هلحق اوصل. شد حيلك، دول خطوتين، استند عليا. يلا بيومي. الفلوس. وديني هناك. ليه؟ وديني هناك بقول لك. أول سرقة سرقتها كنت عيل ابن 12 سنة، كان الطقم اسنان دهب. كسرت تربة وخدته. كنت انت بتصرخ من الجوع، وكانت امك عيانة ومش قادرة ترضعك. بعت الطقم واشتريت لك لبن. انا حاسس ان هبطل ندالة. تعرف ليه؟ لاني هموت وما عمرنا سمعنا عن ميت بيعمل حركات ندالة. اشوف وشكم بخير. انتوا صحيح بتفوقوني لما يغمى عليا، لكن يا ترى ممكن تحيوني لما اموت؟ يا ترى طعمكم ايه؟ يا ترى الحاجات دي هتكون من نصيب مين؟ خد الخاتم، حطه في صباعك التذكار، وخلي الساعة لصاحب النصيب. وخد الفلوس، عبيها في الشنطة واهرب بسرعة، زمانهم جايين. وسيبني لأهل الجيهة يدفنوني بمعرفتهم. خد بطاقتي عشان ما يستدلوش على شخصيتي. انا هروح اجيب لك دكتور، ان شاء الله خطف وخطف. انت هتعيش، هنعيش سوا زي زمان، وهنلعب بالفلوس لعب. بيومي، 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 بيومي. لو سمحت، عايز احجز اوضه باسم بيومي السيد علي. اهلا بيك. البطاقه بتاعته معايا. ممكن 20 جنيه من تحت الحساب؟ 20 جنيه؟ ايوه. اتفضل. طب لو سمحت، ممكن تشيلوا الشنطه دي في الامانات لغايه ما يجي ياخدها؟ او ماله، ممكن. ادخل.
سعادة البيه لو سمحت أنا طالب نقل مراقبتي لمصر. ليه؟ سيادتك عارف كويس إن أنا ماليش عيش هنا. يا ماهر، انا اخر مره هسالك السؤال ده. انت اللي اخدت الطبنجه بتاعتي؟ انا اتاكدت ان مالكش سوابق في اي حته، وعارف كويس قد ايه بيومي بيضغط عليك علشان ترجع للسرقه تاني، وانك مش راضي وعايز تعيش في الحلال. انا من الليله دي هعفيك من البيت في الاسم. روح نام في بيتكم، وانا موافق على نقل المراقبه. سلامين وحته. خدنا معمرة المرة دي، مش احنا اللي نضرب بومبي. هات الشنطة. 100,000 جنيه ما يخسوش تعريفه. عامل لي حدي ومخبي نفسك هنا؟ احنا قاطرينك من على باب الاسم يا روح امك. الفلوس مش معايا. امال فين؟ شايلهم بره. ايه شايلهم مع المرحوم؟ افيوني اللي يتحرك منهم خلص عليه. عامل لي حد. قوم قوم. احنا هناخد الواد الامور ده، واذا كان يعز عليك فراقه هات الشنطه. افيوني اوعي اوعي. قول لجوزك ادينا الفلوس. اذا كنت مستغني عن عمره ابقى اضربنا بومبا تاني. افيوني معاك برشامه؟ معايا. نيمه. انت تنزل تجيب الفلوس وتخليها معاك هنا، وبعدين احنا هنجيلك ومعانا الولي. تسلمنا الفلوس نسلمك الولي، واي حركة ندالة هنخلص عليه. الواد نام يا فيوني؟ ايوه نام. طب اخرج بيه. مش من هنا، من مطرح ما جينا. عايزاهم يموتوه. علمني إني ما ارجعش، انا هموت نفسي. انا هديهم الفلوس. علم اذا ما رجعتوش انت الملزوم، انت المسؤول. الطبنجة فين؟ شفتيها فين؟ احنا كان مالنا ومالهم، احنا كان مالنا ومالهم. ادي اخرة المشي معاهم، يخطفوا من وسطنا واحنا قاعدين نتفرج. ادي اخرة اللي شفناه من ورا اخوك. قلت لك اخوك بيخرب علينا ما صدقتنيش. يومي مات. يا ريته كان مات من زمان، يا ريته كان مات قبل ما يحصل فينا. خسارة انه ما جاش، ده كان هيستريح قوي عندنا. هو برضه مستريح في الحتة اللي هو فيها. ايوه. حضرتك طارق بيه؟ اي خدمه. أنا مرات ماهر سيد علي، حضرتك عارف. أنا جايبة لساحتك قضية كبيرة قوي وطالبة من سيادتك خدمة.
شفت الفلوس؟ اهي. علي فين؟ بطل. تعالى معايا خد ابنك. استنى، الشنطة هتفضل معايا لغاية ما اشوف الولد. طب استنى انت. تعالى ورايا. ليه؟ انا هاجي معاك. استنى انت هنا. يلا. تعالى. ايه ده؟ ايه اللي بيخبط في جنب اللانش؟ علي! خليك مكانك. سيب الشنطة. اسكتي. ارجع لورا في ظهرك. أفيوني تعالي. لو عايز ابنك هات بقية حقي. ال100,000 جنيه كلهم في الشنطة. عينك. هي بقية حقي، يا اما افيوني هيخلص على الولد. افيوني. واقف عندك بوليس.
شغال يا بيه. يلا يا بابا يا بابا. بابا الحقني يا بابا. يلا يا بابا الحقني يا بابا. ايوه انا الحرامي اللي اتهجم عليك، ودي الطبنجه اللي انا خدتها منك، وبطه هي اللي كانت معايا في الشقه، بس هي ملهاش ذنب. انت ما قلتليش حاجه عن الحكايه دي قبل كده. ما هو ماهر هو اللي بعتني امبارح عشان اعترف لك على العصابه اللي سرقت الفلوس، وهو اللي قال لي انه هيعترف لك النهارده على حكايه المسدس بنفسه. مش كده يا ماهر؟ مش انت بعتني امبارح عشان اقول لهم الكلام ده في الاسم؟ وانت يا حضره الضابط مش وعدتني ان ماهر هيبقى شاهد ملك عشان هو اللي ارشد عن العصابه؟ اديني جاوبت لك على السؤال اللي كان محيرك. انا مستعد ادخل السجن تاني، حتى لو لفيت حبل المشنقه حوالين رقبتي انا موافق. انا مش هنسى انك انت نجيت ابني اللي ماليش غيره. انا اقدر اسامحك في الجزء اللي يخصني، لكن حق الحكومه ما اقدرش اسامح فيه. وانا راضي باللي يحكم بيه ضميرك. قبض عليه يا فندم. لا سيبوه، في واحد فوق واحد تحت، هاتوه. انا ما اقدرش اعملك شاهد ملك، ده ضد القانون، لكن اقدر اعمل حاجات قانونيه كتير تفيدك وتقوي مركزك في القضيه. روحوا دلوقتي، هستدعيك بالليل علشان